انا ما اعرفش ايه اللي حصل اصلا. مش عارف صح؟ حركة في ظاهرة تبان انها صعبة بس هي واقعيا سهلة. انا مينا عادل، مدرب الدفاع عن النفس. انا ما اعرفش ايه اللي حصل اصلا. مش عارف صح؟ ايه اللفة وايه الدورانات دي كلها؟ وانت بتوصل الضربة كده اهو، انت صديت. لما انا صديت كده اهو، يعني وانت الضربة بتجيلك انت بتصد كده. لما انا صديت كده اهو، الايد التانية اوتوماتيك بتخش على الرقبة، على الوش بالطريقة دي وتلفه كده اهو. لحد هنا فيها مشكلة؟ تاني، هو دلوقتي ضرب، صديت كده وجيت لفيت كده بالطريقة دي. بعد كده الايد اللي صدت دي هتنزل على الكتف، تلف الجسم كده بالطريقة دي. نزلت على الكتف والايد التانية رفعت الجسم كده بالطريقة دي. اصبح هو وشه كده دلوقتي تحت كوعك. بتطلع دراعك لفوق سنة بسيطة وتضغط، تضرب هنا، جبته على الارض. تاني عشان فيها شوية تفاصيل برضو. اهو اضرب، 1 2 3 4، ضربت هنا، جبته على الارض. خلينا نقسمها. اي حركة انت شايفها صعبة عايز تسهلها على نفسك، قسمها. اول جزء الصدة ومسكة الدماغ اهو، 1 2. جربوا معايا في البيوت، 1 2. تمام؟ سهلة. الجزء الثاني 3 4 3 4 بالشكل ده. مجرد ما انا ضربت هنا وقعته على الارض. والناس اللي متابعاني وشافت فيديوهات قبل كده كنت بقول ان اكيد في الشارع مش هقول له 1 2 3 4 عشان عارف الكومنت ده ما بيفرقش الفيديوهات، ولكن احنا بنقسمها عشان بعد كده لما اجي اعملها تتعمل زي ما انتم شفتوها في بدايه الفيديو. صدى، مسكت الدماغ، قلبته، وقعته. بس هي القصه محتاجه ان هي تتقسم عشان تعرف تعملها بعد كده بسهوله. تاني، خش كده 1 2 3 4. فبمنتهى البساطه لو انت قسمتها هتعرف تعمل حركه بسهوله. اي حركه مهما كانت صعبه لو انت عملتها على مراحل ولو انت كررتها كتير جدا مع الوقت هتبقى متمكن منها قوي. لو انت مش عندي على الصفحه اكون سعيد بمتابعتك على الفيسبوك واليوتيوب، وما تنساش تعمل لايك وشير، وصور وكواليس الحلقه دي هتلاقوها على الانستجرام. بحترمكم جدا واوعدكم دايما بالمزيد. اشوفكم على خير.